نيجي لتقييم لعيبه الاهلي في مباراه سموحه. مصطفى شوبير ما جيتش عليه حاجه. بالمناسبه ممكن تشاركني برايك في الكومنتات لو انت شايف ان انا قيمت غلط او انا ظلمت لاعب او زودت لاعب وكده. مصطفى شوبير ما جيتش عليه حاجات كتير، والكور اللي جيت له اتعامل معاها بهدوء 7/10. ناحيه اليمين كان محمد هاني مباراه متوسطه لهاني، فشايف ان هو 5/10 كويس عليه. يوسف بالعمري ما شاء الله عشان خاطر الشوطه اللي شاطها وارتدت ورجعت لمروان عثمان وقدر يجيب منها جون، 7/10. احمد رمضان بيكهام مباراه متوسطه 5/10. لعب جنب بيكهام ياسين مرعي، لعب وقت بسيط وخرج الاصابه، اتمنى له السلامه، 1/10. اليو ديانج 7/10. مروان عطية اللي أنا شايفه نجم المباراة بصراحة، عشان نقله الكورة كان ممتاز ورؤيته الملعب كانت هايلة بصراحة، فأنا شايف إن هو 8/10 كويس. لو أنت شايف حد تاني غير إن مروان عطية نجم المباراة ممكن تشاركني برأيك برضه في الكومنتات. بن رمضان أداء متوسط من بن رمضان، 4/10. إمام عاشور كان ناحية الشمال بأداء مش عاجبني بصراحة، 3/10. ناحية اليمين كان لاعب أشرف بن شرقي اللي أنت عادمه خالص ناحية اليمين، 3/10. لعبنا بمركز المهاجم مروان عثمان عشان خاطر المتابعة للجون، ممكن أديله 5/10 عشان خاطر الجون بس. يعني على فكرة أقول لك على حاجة، بطريقة اللعب اللي احنا لعبناه النهاردة، لو أنت معاك سواريز، لو معاك ليفاندوفسكي مش هيعمل لك حاجه، عشان يكون في علمك. يعني تبديلات: طلع ياسين مرعي الاصابه، نزل هادي رياض كويس. هادي رياض بالنسبه لاول مباراه ليه 4/10. خرج بن رمضان ونزل طاهر، 0/10. مروان عثمان وقمويش، 0/10. خرج بن شرقي ونزل حسين الشحات، 0/10. خروج مروان عطية نجم المباراة من وجهة نظري، ونزول كوكا ممكن 2/10. ده تقييم اللعيبة في نهاية المباراة. ويا ريت برضه ما تنساش ان انت تصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لي اشتراك عشان يوصلك كل اخبار النادي الاهلي. الف مبروك للنادي الاهلي، نتمنى له التوفيق ونتمنى ان الاداء يتحسن الفترة اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله.